وصفتنا النهارده بإشعار يلا بينا نكلبز يا كلابيز. اظن مفيش حد هيقدر يشوف الجمال دوت ويقدر اللي هو يقاومه. طبعا الكرشه والممبار من احلى الاكلات، بس لازم نعملها بطريقه مميزه عشان تطلع بالجمال دوت. يلا بقى نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا ريت كل اخت جميله بتتفرج عليا تدوس لايك للفيديو دوت، وكمان تكتب لي كومنت حلو زي هتشجعني بيه، وربنا يفرحكم زي ما بتفرحوني. الفيديو ده تعبت فيه قوي، عايزاكم توصلوا لاكبر عدد من اللايكات. كنت بصور بايديا وايديا زي ما بيقولوا اتشلت. هنا بقى كنت غاسله الكرشه والفشه والزور واللهم صل على النبي والبمبار. طبعا احنا كنا عاملين كوارع، بس هصورها لكم في فيديو لوحدها. غسلتها كويس جدا ونقعتها بملح وليمون، غسلتها كويس ورحت رافعاها على النار. حطيت الكرشه والفشه والزور مع بعض، هنبتدي ان احنا نسلقهم. طبعا احنا الكرشه ما بنخليش الميه اللي هي تغلي، بننزل بميه ساقعه عليها وبنسيبها اللي هي تغلي مع بعض. اللهم صل على النبي. هي دي طريقة الكرشة. وبتحطي كام فص من الثوم بتقطعهم طرنشات، وبتحطي ورق لوري وحبهان وفلفل اسمر. سامحوني لو مقطع التوابل دوت اتقطع. وبنحط كمان بصلايه، وكمان لو عندك مستكه. هنا بقى جبت جاهز التسبيكه بتاعه البومبار. طبعا قطعت برضو بصلتين كبار كده او وسط، يعني حسب المتوفر عندك والكميه اللي انت هتعمليها. احنا هنعمل اللهم صل على النبي كيلو ونص من البومبار. ديت برضو البصلايه بتاعه الكرشه. احنا بنسبك للكرشه. في ناس طبعا بتشوح، وفي ناس بتعملها ني في ني. انا جربت على فكره الطريقه ني في ني، وجربت التسبيكه بتبقى حلوه قوي. بس اللي انا اشوحها واخليها اللي هي تبقى محمره، لا مش حباها اللي هي تبقى لوحدها. اللي انا احمرها ممكن مع سمين ومع كذا حاجه او حلويات وكده عادي. هنا بقى خلصت اللهم صل على النبي. هننزل بقى بالتوابل. معايا بقى ماجي، معايا فلفل اسمر، معايا كمان 7 بهارات، ومعايا حبه من توابل اللحمه، ومعايا كمان رشه من جوز الطيب ورشه من جوز الهند، ومعايا اللهم صل على النبي حبهان ورق لوري مطحونين. نزلت بيهم على الصلصه بتاعه الكرشه. طبعا احنا الصلصه بتاعه الكرشه عاملينها بالسمنه، الصلصه بتاعه البومبار عاملاها بالزيت. ان شاء الله اسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. هنا بقى الصلصه بتاعه البومبار نزلت بشطه وملح بكمون وفلفل اسمر، ونزلت ببقيه التوابل اللي انا برضو حطيتها على الكرشه. اللهم صل على النبي. هنا بقى كانت الصلصه اتسبكت. ابتديت بقى ان انا انزل بالرز، طبعا غسلاه كويس ومصفياه. هنزل بقى وابتدي ان انا اشوحه على النار. سامحوني اذا كنت قطعه مقاطع كتير، او اللي انا ما صورتش حاجات ما عرفتش ان انا اصورها. وكمان اللهم صل على النبي اللي انا مش مصوره بالاستند. طب لما انت عارفه ان انت رايحه عند ماما وهتعمل الاكله الجميله ديت، ما جبتيش الاستند معاكي ليه؟ لظرف ما عرفتش اجيبه. طبعا لو كنت عرفت اجيبه كان هيبقى احسن، والفيديو كان هيبقى احلى من كده. بس انا عايزاكم تدعموني، وان شاء الله يعني الفيديو دوت توصلوا اكبر عدد من اللايكات. وان شاء الله اجيب لكم الاكله ديت في شقتي واصورها معاكم بطريقه حلوه وتبقى مميزه. شايفين شكل الخلطه عامل ازاي؟ حلو جدا. هنا بقى جبت الطاجن، حطيت في الارضيه حبه صلصه طماطم من اللي احنا مسبكينها. هبتدي بقى ان انا احط الكرشه. هنا كانت واحده وقعت مني بس شلتها. طبعا البوتاجاز مبهدل، اعملوا نفسكم مغمضين في الحته ديت. بس بعد ما هدخل الكرشه الفرن وكده هبتدي ان انا اغسله. هنا بقى دخلتها الفرن، هسيبها بقى براحتها اللي هي مع نفسها. بس طبعا كنت سلقاها كويس وكانت كده مستويه ومهريه. هنا ديت ميه البومبار. ابتديت اللهم صل على النبي اول ما الميه غلت نزلت بقى بالكميه كلها. طبعا اول ما هنزل بالبومبار هيروح هيتقفل لوحده. هو اهم حاجه ان انت مثلا وانت بتحشيه ان انت تقطعيه على قد الصابع. انا كنت عامله لكم برده فيديو بومبار قبل كده، كنت عاملاه كمان في الكيس الحراري. ان شاء الله هسيب لكم اللينك في اول تعليق مسبق. كان حلو قوي، وكان برده طريقته سهله وبسيطه. كنا عاملينه ني في ني. هنا بقى هنحط بقى التوابل ورق لوري وحبهان وشطه ومستكه واللهم صل على النبي وملح وفلفل اسمر. بصوا هنظبط بقى الشوربه. هنا بقى شايفين شكل الشوربه عامل ازاي؟ بجد تحفه، اقسم بالله بسبب الخلطه اللي احنا عاملينها. هنا بقى شايفين يعني بقى ولا مخيطاه ولا سايباه بطوله. الصابع بص هتطلعي تحمريه وتاكليه على طول، وهيبقى بص زي الملبن معاكي. هنا بقى شايفين شكل الكرشه، مش قادره اوصف لكم بقى على الريحه. يعني يا ريتكم كنت مكاني في اللحظه ديت، بجد بجد تحفه. هنا بقى كان خلاص البومبار السلق معايا. هبتدي بقى اللي انا هطلعه، بس بوريكم بقول لكم شايفين ولا واحده بقى فرقعت ولا واحده فكت، وشكل الشوربه تحفه. تقدري ان انت تشربيها، وممكن تقدري كمان لو انت حابه تطلعي 70 بومبار تاكلهم كده هيبقى حلو جدا. هبتدي بقى اللي انا اقليه. طبعا الزيت ما خليتوش اللي هو سخن قوي
عشان اللي هو ما يفرقعش في وش الكاميرا زي كل مره. غمضوا فتحوا وقالوا بقى نشوف الجمال مع بعض. شايفين شكل الاكل بجد بيتكلم عن نفسه، الكرشه كده بتلمع ودايبه دوب، ولا بقى الرز، ومش قادره اوصف لكم على طبق الشوربه، ولا بقى طبق البومبار، يعني دوت ادولي كده لوحده اللي انا اتسلى بيه، بجد حلو قوي. شايفين الصبع شكله عامل ازاي، والرز من جوه مفلفل ومش معجن، بجد تحفه. ان شاء الله اسيب لكم في اول تعليق مثبت لينك البومبار والكرشه، كنت عاملاهم في الكيس الحراري وبجد كانوا حلوين جدا. هسيب لكم في اول تعليق مثبت وكمان في صندوق الوصف. اتمنى تجربوا الاكله ديت، بجد هتعجبكم جدا بالطريقه دي. مش دي الكميه كلها، انا بس غرفت عشان اصور. الكميه كلها زي ما هي، حتى لو انتوا لاحظتوا هتلاقي الطاجن ورا، عشان هما مش هياكلوا دلوقتي. قلت انا اصور ومنتج الفيديو الاول وانزله لكم. انا يعتبر هنزله لكم دلوقتي. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه، وكمان كومنت حلو زي كنتوا تشجعوني بيه في رعايه الله.